بصراحة، يعني انتوا لما عملتوا موضوع المنهج الجديد الزيادة ده انتوا ضغطتني، فانا اضطريت ان انا اجري في المنهج شوية. ما علينا. المهم، دي ورقة الامتحان اللي هتبقى موجودة ان شاء الله في امتحانات الترم. لحد دلوقتي في تغيير بقى حصل، انا ماليش ذنب. يعني لو الورقة دي ما بقتش موجودة، طلع قرار ان ما بقتش في حاجة اسمها البابل شيت، انا ماليش دعوة. انا ماليش دعوة. في امتحانات الشهر مش في بتبقى موجودة في مدارس ومدارس لا، يعني في امتحانات شهر بينزلوا لهم الورقة دي، وفي امتحانات شهر لا بيسيبوهم يجاوبوا كده في ورقة الأسئلة عادي. بس احنا تحسبا لامتحان آخر السنة فهنحل ونتدرب عليها من دلوقتي. خلاص، انا بعمل ايه؟ انا بشوف السؤال اللي انا عنده وبقرا السؤال وبقرا الاجابه وبحاول افتكر انا موجوده فين في المنهج واخمن الاجابه وبعدين اختارها، ولما اتاكد منها بظللها بايجاف في ورقه الاجابه عندي، وبعد ما بخلص بمسح بالجمله اللي انا عملته. طيب، وبقعد الدنيا يعني عمل واختار شكورتين وما اهو ما طلعت الاعتبارات الاخلاقيه، تبقى عندي تظليل خفيف بحيث ان انا لما المكنه تعدي عليها، لان ده الورق البابل شيت مش بني ادم اللي بيعلمه، المكنه اللي بتعلمه، تلاقي ان الاجابه موجوده وما بختارش كورتين وما بعملش غلط على كوره انا اخترتها واعمل التانية، ما هو مش بني ادم اللي هيشوفها، فهو بيبقى اختيار واحد وما بطلعش بره وبظلله ومش بنحته وما بختارش كورتين، فبعمل كده اهو. ما طلعتش بره وورقه اهي مش باينه، فانا ما نحتهاش بحيث الورقه تتقطع، وما ظللتش كورتين لان مش هتتحسب، واتاكدت ان هي الاجابه الصحيحه. طيب، س 2، مدرسه تنظر الى الكائن